أول ظهور لشيرو الأخ الأكبر لعائلة البيوتي بعد الحملة والانقلاب اللي صار عليه بعد السنابة اللي نشرها وقلبت الدنيا. هو طلع وعم يقول لا تفكروا انه عم يبرر لكم، لا 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 ابدا، هو بس عم يوضح الصورة، ومنيح انيته طلع وما ضل ساكت لانه شفنا اشياء جدا بشعة بعد الكلام اللي حكاه. هو قال انه الفيديو كان محذوف وهو حكى عن كتير امور، لكن هن اخذوا هذا المقطع الوحيد الصغير بس، وهذا اللي عم يحكي فيه انه اختي مرتاحة ونحن عايشين هون، وشوفوا نحن بهذا المكان الفلاني ونحن مبسوطين وما سائلين عنكم. لا، هو ما نشر بس هذا المقطع، وحتى أنا كمان حكيت بفيديو قبل هاد هو شو كان ناشر، كان عم يحكي إنه أهم شيء رضا الأم والأب وأشياء كتيرة، لكن بعد ما طلع وحكى فرجانا كمية كتير كبيرة من الضغط اللي كان عم يجي عليه والمسبات، وحتى في ناس كانت عم تدعي عليه بالموت مع الأسف، وعلى عيلته وعلى أهله وحتى على زوجته شهد. يعني ما في إنسان عاقل بالدنيا بيقدر يتحمل هذا الشيء وما بيرد على هاي العالم. أنا ضدهم كتير، ضدهم لعائلة البيوتي إنه ما حاكموهم وما قاضوهم لهاي العالم وما رفعوا عليهم قضايا. لكن كملوا الفيديو للأخير راح فرجيكم شو عملوا. خلونا نشوف هاي شو كاتبة. يبعت لك قتلك، يبلاك بعمى عيونك وخفى حسك، إن شاء الله عقم فيك وبمرتك من شان تنحرم كلمة بابا. العدالة الإلهية أقوى وأكبر من العدالة الإنسانية. جايتكم أيام تندم أنت وإخواتك يلي فيكم لا توصف يا أبناء سوريا وعفرين تفي بشرفك. وهذا الكومنت إجا على فيديو نارين اللي كانت عم تعمل فيه محققة وعلى أساس إنه هو ميت بعد الشر طبعا. شوفوا هالكومنت شو بشع. إن شاء الله شيرو يصير جثة، قولوا آمين يا رب. بعد الشر عنهم طبعا، لكن أنا ما عم أقدر أتخيل كمية الكره الموجودة داخل قلوب العالم. يعني قبل ما تعملوا هاي الحملة اعملوها على أنفسكم، نطفوا أنفسكم أنتوا اللي كلياتها حسد وغيرة وجحد وكره. ومن وين عم يجي هذا الكره؟ يعني ما عم أفهم. أكيد أنتوا ببيئة جدا سيئة، ما عم تقدروا تطالعوا هاي الأمور على الناس اللي حواليكم، فبتجوا بتتفششوا على الناس اللي مو أذيتكم أساسا ومن وراء الشاشات، وبتطالعوا الطاقة السلبية اللي بداخلكم والأمراض النفسية. أنا قلت من الأول بفيديوهات سابقة إنه هاي الحملة حملة تشهير وحملة تنمر وحملة كره وحسد، ما لا أي علاقة لا بإنقاذ الجيل ولا حتى من شان القضية. لأنه اللي عم يحكوا عن القضية وعم يقولوا احكوا عن القضية احكوا عن القضية هن أساسا من حاكين عنها. بتشوفوا قنواتهم فارغة، بتشوفوا قنواتهم بيكون فيها طبخ وما بعرف شو وضحك ومزح وريبوستات لأشياء جدا تافهة. اللي عم يطلبوا مننا هذا الشيء هن بذات نفسهم معاملينه. وبعدين منو قال لكم انه هاي العالم انه ما دافعت عن القضية؟ منو قال لكم ما تبرعوا؟ منو قال لكم ما تصدقوا؟ منو قال لكم ما عملوا ما سووا؟ يعني ضروري هذا الشيء يظهر للعلن لحتى تنبسطوا؟ أنا اكتشفت فشل هاي الحملة من بعد ما صورت فيديو وحكيت فيه هذا الكلام، إنه هاي الحملة صايرة بس على بيت البيوتي وإنه حملة تنمر وتشويه سمعة ومن هذا الحكي، وصار عليه هجوم كتير كبير. وبعدها بكم ساعة نزلت فيديو على تقييم الإطلالات اللي كان من بيناتهم شلة دبي اللي على الأساس هنن من ضمن الحملة، لكن كمان صار في عليه هجوم كتير كبير. ليش عم احكي انه اطلالاتهم ما كانت عاجبتني؟ شو هذا النفاق وشو هذا التناقض اللي انتو فيه؟ يعني بس وقت اللي بدي احكي على بيت البيوتي بتجوا بتهجموا علي، وقت احكي عن الناس التانية اللي هن من ضمن شلة دبي كمان عم تهجموا علي. هذا دليل على انه حملة نفاق وكره بس اتجاه بيت البيوتي. وأنا ما بعرف إذا هن عاملين هذا الشيء، لكن أنا اليوم شفت خبر إنه نارين رفعت دعوة قضائية على وحدة ناشرة صور لإلهم وفيديوهات قادتها نارين. ولكن هاي الصفحة شو عملت؟ قدمت اعتذار وحذفت
صفحتها بالكامل من الخوف. ليش؟ وقت اللي يصير فيه بالأمور قضاء بتخافوا بتردعوا وما بتكملوا بالشي يلي بديتوا فيه. والشي يلي تأكدت منه بالأخير إنه هاي الحملة حملة أطفال ماسكين جوالات وعندهم آيبادات وعم يعملوا تصاميم وعم يعملوا فيديوهات ضد هاي العالم، لأنه هذا الكلام ما بيطلع من شخص واعي ومتربي وعنده دين وبيخاف على دينه. اللي بيخاف على دينه واللي بيعرف بالدين على المزبوط ما بتطلع منه كلمة سيئة تجاه شخص ما نؤذيه بشي. وهذا الكلام كتير من الناس رح يأيدوني عليه، وخصوص الناس اللي بيفهموا بالدين. هاي الكلمة كتير عم كررها لحتى تفهموها. الناس اللي بتفهم بالدين ضد هذا الشيء وضد التشهير وضد التنمر وضد ضد تشويه السمعة. اللي بيشاركني الرأي يكتب لي بالكومنتات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك.